زمان كانوا الناس كيقولوا ريحة الخبز البلدي عمرها ما تكذب. ريحة كتدخل للقلب قبل ما تدخل للدار، وكتفكر الإنسان في الأيام اللي كانت بسيطة ولكن عامرة بالبركة. اليوم غادي نرجعوا معاكم لواحد الطقس اللي كان جزء من حياة كل مغربي، طقس الخبز البلدي في الفران الطيني. كان النهار كيبدا بكري، الديور ساكتة، غير صوت الدجاج وصوت الرحى كدور بشوية، والعائلات كيديروا الفطور وكيحضروا العجين. الوالدة كتسخن شوية د الماء، كديرو في قصعة كبيرة من الخشب، كتزيد الملح والخميرة البلدية وشوية دقيق، وبداك الدعاء المعروف: يا بركة الله ديري لينا في الخبزة ما يرضي الله. العجين ماشي ساهل، كان خاصو قوة وصبر. المرأة كتشد العجين بيديها، كتلوح وكطوي، كتلوح وكطوي، حتى كيسمعوا داك الصوت اللي كيعرفوه كاملين: طرررررر، صوت العجين اللي كيبشر بالخير. في داك اللحظة العجينة كتكون صافية وملساء وبانت عليها البركة. كيسدو القصعة بواحد الثوب البيض وكيخليوها في بلاصة دافية ما فيها لا برد لا هوا. وكانوا كيقولوا الخميرة بغات الراحة، واللي ما خلاها ترتاح ما ياكلش خبز مرتاح. العجينة كتطلع بشوية حتى كتولي جاهزة للتشكيل. الوالدة كتفرق العجين كويرات، وكل خبزة كيديروا فيها الشراطة باش تنفخ مزيان. كدير الخبز فوق الطابونة أو فوق توب مرشوش بالدقيق باش ما يلصقش. الخبز كيبان بحال دائرة ذهبية، ناعمة وخفيفة في الإيد. وكان الطريق للفران العمومي واحد اللحظة اللي كتجمع الجيران والوليدات والحومة كاملة. الأطفال كيشدوا الطابلة اللي فيها الخبز وكيغطيوه بتوب وكيجريو للفران. ودائما كان واحد السؤال: واش الخبز ديالنا غادي يبان؟ حيت كل دار عندها بصمتها. وداخل الفران ريحة الرماد والخشب المحروق والخبز كتخلط في بعضياتها، كتدخل للقلب بحال شي دواء. الفران كيجبد الطاجنين وكيهز الخبز بعود كبير وكيقول: عافاك بنيتي، زيد شوية لقدام. الخبزة كتدخل للنار بحال اللي كتدخل لمرحلة أخيرة قبل ما تولي بركة فوق المائدة. الأطفال كيرجعوا للدار بالخبز سخون، والريحة كتعمر الدار كاملة، وكتجي داك الجملة اللي كتحرك القلب: آجي يا بنيتي ديري شوية زيت العود. لقمة سخونة فيها شوية ملح وكتحس براسك رجعتي طفل صغير. اليوم بقينا نشريو الخبز من أقرب محل، ولكن ذكريات الفران الطيني بقات محفورة في القلب بحال نقش ما كيتمسحش.